النهارده معلش استحملوني، جاي دردش معاكم شويه. حابب اتكلم معاكم عن الوقت اللي بتيجي فيه تعلم حد جديد جاي يشتغل معاك، او لسه جاي الشركه، او حتى جاي يستلم منك ويكون بدالك. مش كفايه ابدا يا جماعه انك تعلمه كل حاجه انت عارفها، انت لازم كمان بجانب ده تكون حريص انك تبسط عليه الدنيا. نفسيه المتلقي في البدايه بتفرق جدا معاه، وبيتبني عليها حاجات كتير قدام في مشواره. انت مطالب انك تعلمه كل اللي انت عرفته وتبسط له الدنيا، حتى لو هي مش بالبساطه دي. بسطها له في البدايه، تبسيط ما يخدعوش ولكن يخليه متحمس انه يتعلم ويدوس. ابدا معاه بالسهل، ووفر له ماتيريال يذاكر منها، وعرفه ايه الغلطات اللي انت وقعت فيها عشان يتجنبها، واديله تاسكات بسيطه في الاول وبعدين تاسكات شامله. اختصر عليه الطريق. الحياه مش مستاهله يا جماعه صراعات واوفيس بوليتكس والكلام ده، وصدقني الاثر اللي هتسيبه في نفس انسان ويفضل يفتكرك بالخير بيه دي احسن من اي حاجه تانية. وعلى فكره مش شرط عشان انت سهلت على حد واختصرت عليه الطريق تلاقي مكافآت فوريه من الحياه وربنا يكرمك عاجلا ليس اجل. طبعا ربنا هيكرمك بس مش شرط بحساباتنا احنا. الحياه ما بتمشيش بالمسطره، ولازم ما يكونش هدفك الوحيد او الدافع الوحيد اللي يخليك تخلص في تعليم زميلك هو المردود او المقابل اللي انت هتاخده او اللي هيترد لك. انت بتعمل ده من منطلق احترامك لنفسك، لان الشخص الشاطر الواثق من نفسه مش هيتردد انه يعلم زميله كل حاجه يعرفها، حتى يا سيدي من منطلق انه يجهزه انه يبقى ند ليه ويقدروا يتنافسوا منافسه شريفه. ما تخافش ان زميلك يبقى شاطر، لانه لما يكون شاطر انت هتحارب انك تكون اشطر، وده مش عيب، وهتلاقي نفسك بتتطور وبصوره مرعبه، غير لما تكون في بيئه كل واحد بيدار المعلومه على زميله وكانه اتى بما لم ياتي به احد. اتعلم وعلم وخليك واثق انك لما بتعلم حد حاجه فانت بتتعلم مرتين. واخيرا انا باذن الله من ضمن الحاجات اللي بعاهد نفسي عليها اني لما اروح قبري اكون فاضي تماما، علمت ونشرت كل حاجه انا عرفتها او اتعلمتها. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. كل سنه وانتم طيبين. سلام.